موقع متخصص عملناه طبعا بمجهودات لاعبين القتال، موجود الكابتن ابراهيم، موجود الكابتن محمد جمال. وطبعا انتوا طبعا بتزينوا الموقع دوت بيحركوا باولادكم طبعا اللي هم بيشرفونا طبعا في التدريب، ونحاول نرتقي بيهم. وكان الهدف من انشاء الموقع او عمل الموقع الاول ان احنا نرتقي بمستوى اللاعبين، وده يبقى فيه اتصال بينه وبين زميله، واتصال بينه وبين المدرب بتاعه، واتصال بينه وبين مساعد المدرب، واتصال بينه وبين اللعبه نفسها. وطبعا اللعبه ما بتاخدش كل حاجه التدريب، فقلنا نحاول بقدر المستطاع ان هو يوصل من خلال الموقع الاول يعني الاساسيات بتاعت اللعبه او اللي هي المرتفعات بتاعت اللعبه بيكون فيها وضوح اكتر على الموقع، لان التدريب بيكون ساعه او ساعتين، فالموقع بقى 24 ساعه ممكن ينص زي ما هو عايز. فاحنا بنرحب بحضراتكم طبعا ونشكركم طبعا على حضوركم معانا. والاسئله اللي هي المطروحه على حضراتكم، مدى استفاده اللاعبين التغيرات اللي طرأت على اللاعب خلال فتره التدريب؟ يعني في ناس بقى لها اكثر من 6 سنين في التدريب، ناس بقى لها 8، ناس بقى لها شهور، فنعرف بس المتغيرات دي نبدا ان شاء الله نرتقي باللاعبين دول. هنفتح السؤال طبعا على نقطه عبد الرحمن ان شاء الله. عبد الرحمن بقاله 6 سنين دلوقتي في التدريب. فعلا اللعبه دي خلت جسمه بقى يتقسم افضل، بقى عنده في الاكل بقى بينقي نوعيه الاكل احسن، لو ما بياكلش اي حاجه بينقي نوعيه الاكل في جسمه. جسمه بقى رياضيا احسن من اول كتير، بقى عنده ثقه في النفس ان هو لما بيقابل حد بره عارف ان هو يقدر يدافع عن نفسه، يقدر ان هو يتعامل مع اي حد بثقه، مع اصحابه كمان يعرف ازاي ان هو مش كل حاجه ان هو يضرب، لا يبقى في تعاون، ان انا ما اقدرش ان يكون الضرب مش اي ضرب عنيف، لا ضرب بثقه. دي فرقت معاه فعلا. يعني هو هل بالنسبه لو قلنا طرف اللاعبين طبعا ممتازين او مميزين داخل الفريق، هل المره بتحصل عليهم تغيرات طبعا بيشوف هو دخل واخطا فيها، الشعور بتاعه بعد اخطائه في البطوله دي هل زاد حماس اكتر ولا حصل سلبيه في التدريب؟ هو زاد حماس، واساسا هو اكتسب ان هو بيلعب قدام الجمهور قدام ناس، ودي كان هو حبايب فيها جدا. تاني حاجه ان هو برضه ابتدى ان هو كان شقي جدا جدا وعنده طاقه مش عارفين يخرجها، ابتدى تطلع في التدريب، بدليل ان هو لو قعدنا الشهر اللي هو قبل الامتحانات بيزيد شقاوته جدا جدا، لكن لما بيبتدي يرجع تاني التدريب بيبتدي تركيزه كمان بيزيد. والحمد لله هو برضه لعب بالكامل. اولا هو مش جسمانيا لان هو كطويل واساسا صغير، انما بقى عنده جرأة ما كانش بيتمتع بدي ولا اجتماعية ان هو له اصحاب او حتى في المدرسة مش شكوى. والحمد لله كمان ان حاجة ثانية ان انا بخلي اللعب ومتعرف المحافز لو نجحت لو وصلت لتارجت معين حققته في الدراسة الجزئية دي تماما. فهو الحمد لله نتائجه الحمد لله زي ما حضرتك عارف هم متفوقين تماما. وبرضه في اللعب هو اخطأ بدخل القاهرة، انما له شوية انجازات في ناحية ثانية، وعنده حماس بقى المرة دي ان هو اخذ جزئين وابتدى ياكل عشان يتدرب. هل اخته داخل التدريب بيحصل تعاون بينهم في التدريب؟ وتنافس. البنت عايزة توصل لمستوى معين، وخصوصا لو الكل بيقول كرم هي نفسها كبنت بتطلع برضه تبقى يقولوا سهر والكلام ده، وفي تعاون بقى في مثلا في الحزام، لو هي نفس جزئية وهو نفس جزئية، وفي نفس الوقت في البيت حاجة بتلهيهم جزء بيلهيهم شوية، وداخلين كمان على مرحلة مؤخر، فكل انهم يركزوا في الرياضة والحمد لله يعني. موقف الجزئيه بتاعت الاحزمه هل ادت الولاد دفعه؟ طبعا هو الاول ما كانش في احزمه في القانون، بدات الاحزمه دي بقى اكتر من 2 أو 3 تمام كده كملنا. ابتدى بقى يشد حيله شويه، عايز اوصل للاسود، عايز اكمل بعد كده. ابتدى كمان هو كمان فرحان اللي بيوصل للمسؤوليه. تمام. طبعا مع الموسم التدريب طبعا تعب طبعا. طب هل في حد طبعا اولياء الامور عنده مقترحات ممكن يضيفها او نشاط مستوى القوم؟ يا ريت نتكلم في السلبيات، او في سلبيات بتكون طبعا المكاشفه بتبقى كويسه جدا، وفي سلبيات. لا هو سؤال جيد جدا. هو طبعا القوم ما كانش داخل الاولمبي، بس دخل الدوره الاخيره دي دخل الاولمبي على شكل استعراض، لان اي لعبه جديده لازم
تخش اولمبياد لازم يحصل لها استعراض الاول. والتيم اصلا كان استعراض للكونغ فو. لو حضرتك حضرت النهائي كان في استعراض للكونغ فو على اساس تخش بشكل رسمي الدوره اللي جايه ان شاء الله. وده خلاص الكره الجايه ان شاء الله. في اي اسئله بالنسبه يعني حاجه السلبيات او اسئله داخل عناصر الكونغ فو نفسها؟ مش ممنوع في مصر. ما هو اولاد منظم. لا ممنوع يعني مثلا السودانية هي بتضيف لها درجات الرياضية. لا تماما. هو السؤال حضرتك الاجازه جايه تكون بعيد عن الجزئين تماما. مش اضافه. لا والله هو تماما. هو مش ممنوع. هو الشهرة بالنسبه القاء الاضواء على الالعاب الفرديه كلها منعدم تماما في مصر. دي الكره واخده النشاط كله. حتى كره الطايره مش واخده الخاصيه بتاعت كره القدم. فاحنا برضه من حوالي مشهوره اكتر. هو مش واخد الشكل العادي بتاعها. احنا عندنا عدد لاعبين كونغ فو في مصر مسجل ضعف عدد لاعبين كاراتيه. عدد لاعبين كونغ فو مسجل عدد ضعف لاعبين كاراتيه. حضرتك لو عملنا مقياس في النادي هنا او في المكان اللي احنا فيه هنلاقي احنا 3 اضعاف الكاراتيه. يعني عاملين احصائيه في اخر الموسم عندنا نزلنا كونغ فو 3 اضعاف الكاراتيه. بس يا كابتن دي مش نتيجه ان هم عارفين اللعبه. لما بيجوا بيختاروا هنا وبيبتدوا اولاد انهم يتكلموا مع بعض بيعرفوا الفرق بين اللعبه دي واللعبه دي. او بنيجي في النهائي لما بيشوفوا مثلا الاولاد بيعملوا استعراضات وكده بينبهروا باللعبه وما بيفرقش. هو يعني بنحاول نساعد اساسا الاتحاد من سنه 90 بنحاول بقدر المستطاع ان احنا يعني نزود الانتشار بتاعنا شويه. خاصه اللعبه برضه كانت ممنوعه لفتره معينه وبدأ من سنه 90 بدات تنتشر. بدأ الحمد لله يطلق عليها الاعلام اقصى شويه. تقول لحضرتك في الثانويه العامه الجديده اللي هي من 2011 مش هتبقى في حاجه بقى ان هو الكاراتيه كده بياخد 14%. لا ده هيبقى كل الالعاب اللي بيمارسها عموما هتدخل في التقويم الرياضي وهتدخل عليها درجات هيتساوى سواء في الوقوف او الملف الرياضي ده اساسي. في حاجه يعني في اي استفسارات ثانيه عن اللاعبين قبل ما ندخل بعض الاضواء على اللاعبين؟ طبعا يعني طبعا في بعض اللاعبين اللي هم جابوا عندنا يعني كان ليهم يعني اداء مميز قوي. طبعا احنا بنحاول نشوف يعني ولي امر الطالب دون من ناحيه الناحيه اللي هي المنزليه بتاعته والوجود بتاعه وصل للمستوى دون ازاي. مثلا لاعب زي احمد مسعد خد 3 سنين اول قاهره اول جمهوريه. اكيد في برضه دفعات في البيت. النادي عمره او التمرين عمره ما بيعمل تكوينات للاعب انه يحصل 3 سنين اول جمهوريه القاهره. لازم اكيد حد يجيب لي دفعه معينه. فممكن من خلال الدفعه دي لو كان في دفعه او نموذج معين ممكن لينا كاولياء امور ممكن نحتذي بيه على اساس نخلي ولادنا اكثر من بطل موجودين معانا. فطبعا نسيب الكلمه لمحمد احمد تقول لنا الجزئيه بتاعته هو بيبدا حياته ازاي او ايه الدفعه اللي بيديها لي. بصراحه احمد الحمد لله يعني ربنا يبارك فيه كان بيتدرب بره وكان بره. بس لا مفيش اتجاه مع المدرب ولا مع اي حد معاه. ابتدى يغير الاتجاه بتاعه وسال لغايه ما جينا لغايه التدريب هنا في النادي. يعني لو احمد كان بره في مكان غير بيتدرب بره في مكان فتره قد ايه؟ سنه. وبعدين لما جه هنا قابل حضرتك وكده اقتنع بيك يعني. كان حصل على بطولات قبل ايده ولا كان؟ لا من غير ما نسال حد كنا اول كان عنده بطولات اول ما جه كان جاي بطولات ولا جاي ابيض؟ لا كان جاي مش حد. تمام. بس فهو ارتباطه مع حضرتك ومع التدريب مع حضرتك يعني لدرجه ان هو اول ما دخل كان مش واخد على الولاد كده في الاول بقى خايف احضر ما احضرش. وبعدين مع حضرتك يعني شويه التدريب معاه ابتدى ينجز يعني شويه فيها. ابتدى يحب البطوله ويحب التدريب ويحافظ على التدريب بقى ينام بدري عشان يعرف ان هو وراه تدريب وفي مدرسته. يعني ممكن ناخد من كلام حضرتك ان اللاعب لازم ينام بدري. تمام. ودي اللي بترجع عليها مع كمان كنت مديهم برضه فكره ان اللي مش هيكون كويس في الدراسه مش هيجي في التمرين. فكان يعني مع ده يعني المدرسه مع التدريب. فالحمد لله يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع للنقاش تاني. طبعا النقاش بيفرز طبعا موقع بطلان عندها حاجه